السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم دجاج محمر ومعمر بالخضر. كما كتشوفوا، الطير ها هو قدامكم. حنا غسلناه نقيناه بطريقه اللي كلشي كيعرف الطريقه ديال الغسيل ديال الدجاج والتنظيف ديالو. خصوصا الدجاج كيبغي شويه ديال التركيز في النظافه ديالو. والان انتم كتشوفوا كما هو قدامكم. الان غنقدم لكم التبزيره اللي غادي نديرو فيه. بسم الله على بركه الله. هذيك هي العشق اللي خدمت بها. كناخذوا نص عاشق ديال البزار، نص عاشق ديال السكينجبير، واحد شويه ديال الملون الغذائي. من بعد نفرغوهم في الصحن ديال وكنديروا التبزيره ديال الدجاج. راه كلشي كيعرفها، راه كتباع عند العطار، حتى هي نفس الشيء. نص عاشق منها العاشق اللي شفتو في الفيديو، ونص عاشق عاود ديال الكركم البلدي، داك الخرقوم البلدي، وتقريبا قد الحمصه ديال التحميره. وهذه هاد الزلافه شنو فيها البصله مطحونه في المونينيكس، بصيله تقريبا بصيله موين، وشويه ديال القزبر، شويه ديال المعدنوس. انا كي كنغلبوا المعدنوس لان الدجاج اصلا كيبغي المعدنوس اكثر من القزبر غير واحد الوريقات معينين. وفيها 4 ديال الفصيصات ديال الثومه، طحناهم مع شويه، مع حساب تقريبا واحد العشق صغيره حتى هي تاع الحامض، وعشق صغيره ديال المصير. والان كناخذ شويه ديال الخل، غير واحد الرشيشه خفيفه كندهنوا بها الطار، خفيفه تقريبا بحال قد الراس ديال العشق الصغيره ديال الخل. وكنبداو الان كنزيدوا واحد شويه ديال الماء، تقريبا داك الكاس ديال الماء صغير. كنكبوا على هذيك التبزيره، كنخلطوها مزيان، وكنبداو كنشرملوا بها الدجاجه ديالنا. كنشرملها مزيان، كندخلوها في الاحشاء ديالها في الجناب بالصدير باش تشرب مزيان، لان الدجاج اصلا كيبغي تشرب بالقوام ديالو. ودابا كندوزو للمرحله ديال الطهي. عندي زلافه صغيره ديال زيت العود مخلطه ما بين زيت العود والزيت الروميه، كنديروها كتسخن واحد شويه حتى كتشد في الطنجره ديالنا. وكناخذوا الطير ديالنا كنوضعوه باش يتقلى. ها هو الطير ديالنا كما شفتوا، هو حطينا باش يتقلى شويه، كنحاولوا نقلبوه بشوي بشوي حتى كيشد، حتى كتشد الجلده ديالو. اما هذيك القوام اللي خليناها كتبقى في داك الصحن ما كنديروهاش، كنرميو غير داك الحشوه ديال الطير كتقلى معاه. وهذيك من بعد عاد غادي نديروها منين نبللو. ودابا كما كتشوفوا الطير علاش خليناه هكا مفتوح، لانه باش هو باش ديك المكان هو اللي غنعمروا به ديك الحشوه ديالو ديال الخضر. واحد الاشاره، الدجاج ديالنا، الدجاج راه خصو اصلا دائما يتشرمل واحد المده قبل. والاساسي فيه الا كنتنا بغينا نبيتوه مشرمل نبيتوه في الثلاجه، راه ما خصوش دار معاه الثومه في التشرميله. الثومه حتى الغد عاد كدار، لان الثومه لا بات فيه كيصبح على شكل الحوت. القوام اللي احتفظنا به قبيله دابا عاد غادي نضيفوه للطنجره، ولكن قبل غنوريكم واحد لاستيس ديالي. انا كنشد دائما الكبيدات كنطحنهم في المونينيكس، كنطحنهم مزيان في المونينيكس مع واحد البصيله صغيره. القياس قياس ديال الكفايه، ها هو القياس ديالها. كنطحنهم مزيان في المونينيكس غنخلطو، وعاد نردو للطنجره ونخليهم ثاني يتقلاو. بعد ما تشحر الدجاج ديالنا كما كتشوفوا، ها هو خصو يتشحر مزيان. كنبللو، نحاول نبللو، ولكن راه ما كنبلوش بزاف. القياس ديال الدجاج. والان انا كنضيف واحد شويه ديال القرفه، جعويده ديال القرفه، وواحد الوريقه ديال سيدنا موسى، وتقريبا شي 3 الحبيبات حتى 4 ديال القرنفل، هادو باش كيحيدوا داك الزفار ديال الدجاج. واحد المعلقه صغيره ديال السمن البلدي، شويه ديال الكنور، وواحد تقريبا عاشق صغيره ثاني ديال الماء المصير. الدجاج ديالنا بعد ما رديناه كيطيب على المجمر. وممكن اختيار المجمر غير اختياري، ممكن نديرو يطيب على البوطه ديال الغاز. من بعد غنقدموا لكم واحد شويه ديال البطاطا اللي غيكون مرافق مع هذا الطبق.
وهاد البطاطس كيفاش كنعملوا لها؟ كنشدوها جوج البطيطات اللي كيكونوا الحجم ديالهم متوسط، كنشدوهم كنقطعوهم بشكل رقائق، كنرشوهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الزبده 40 غرام ديال الزبده مذوبه. وديك الزبده مذوبه كنديروا فيها واحد الفص ديال الثومه محكوك في ديك الجهه الرقيقه ديال الحكاكه، كنخلطو مزيان، كنعاودو نزيدو فوق منهم الموتزاريل مع هاد البطاطانيت، كنخلطوها مزيان صافي. ومن بعد غنرجع لكم باش نوريكم الطريقه اللي غادي نديرو بها في اللاطه. لما خلطنا البطاطا مع المقادير اللي شفتو، كنبداو نهزو بورقه بورقه، ما كنكثروش حتى بخمسه الورقات حتى ست الورقات، وحيده فوق وحيده، وكنديروهم في اللاطه. ملي كنديروهم في اللاطه كنرشوا عليهم شويه ديال الزعتر، كندخلوهم الفران. ملي كيتحمروا راه كنخرجوهم. ديالنا بعد ما طابت كنحاولوا ناخذوا شويه ديال الزبده مذوبه وكندهنوها كامله، وبالضبط الصدر كنركزوا عليه بزاف لانه باش يجي رطب. من بعد كندوزوا للحشوه، كناخذوا 3 الخيزويات، 3 ديال القرعات خضرين، كنسلقوهم. ملي كنسلقوهم كنقطعوهم دوائر، كندوزوهم فوق النار مع شويه تاع الزبده، شويه ديال الملح، شويه ديال الزعتر. من بعد نضيفوهم للفيرميسيل، كنخلطوا الكل وكنعمروا بهم الدجاجه ديالنا. ملي كنعمروها كنرشوا الفوق ديالها بالموتزاريل وكندخلوها للفرن. الفطير ديالنا بعد ما خرجناه من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالو ديال التقديم. كنتمنى لكم شهية طيبة، كنتمنى ينال إعجابكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.